ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حقيقة لا خيال، في إحدى القرى المجاورة مرضت الأم العجوز، فأخذها ابنها إلى المستشفى وتركها هناك، وانتقل إلى العمل في المدينة. وبعد مدة عاد إلى قريتهم، وحين سألوه عن أمه أجابهم أنها ماتت ودفنها وهي على قيد الحياة. وبعد مدة ذهب أحد سكان تلك القرية إلى مستشفى المدينة لزيارة قريبة له، ودخل المستشفى فوجد أم ذلك الشاب بنفس الغرفة التي فيها مريضته، فسألها الرجل بتعجب واستغراب: أنت أم فلان؟ قالت: نعم. قال: من أتى بك إلى هنا؟ ومنذ متى وأنت هنا؟ قالت: أحضرني ابني منذ 2 ولم أره من حينها. اسمعوا ماذا تقول: والله إني خائفة عليه أن يكون قد أصابه مكروه أو حصل له شر. يا الله، ما أحلم الأم وما أحنها وما أشفقها، رماها، تركها، نساها، ولا تزال خائفة عليه. فقام الرجل بالإجراءات اللازمة وأخرجها وذهب بها إلى القرية، ثم قام بإعداد وليمة كبيرة ودعا كل أهل القرية وألح على ابنها بالحضور. فلما اجتمع أهل القرية ومن بينهم ذلك الابن، سأله الرجل أمام الناس عن أمه، فقال: إنها ماتت قبل سنتين. فقام الرجل وطلب العجوز ثم أتى بها أمام الناس وقال: أهذه أمك يا فلان؟ وقال للعجوز: أهذا ابنك يا أم فلان؟ فصعق الابن العاق أمام الحضور ولم يستطع الكلام. صدقوني، إنها قصة حقيقية وليست من نفس الخيال. لكن أيعقل مثل هذا؟ أهذا جزاها بعد طول عناها؟ أيعقل مثل هذا؟ وهل هذا من الدين في شيء؟ لم يكرر القرآن الكريم وصية أبلغ تأثيرا وأقوى عبارة بعد عبادة الله وحده كأمره بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما والعطف عليهما. اسمعوا معي هذه الآيات. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم تأمل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وقد كان يمر ببعض الأسرى وامرأة تأخذ وليدها فتضمه إلى صدرها فيقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه طارحة وليدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، هي أرحم به من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بكم من هذه بولدها. وما قال هذا صلى الله عليه وسلم إلا ليبين أن الرحمة الإنسانية في أعلى صورها إنما هي عند الأم فقط.
ولذلك كرر علينا بأبيه وأمي: انظر ثم انظر ثم انظر. فهل عرفنا قدر أمهاتنا؟ فيا من قدرت أمك، فيا من فقدت أمك ابكي على فقدها وأكثر من دعائك لها. ويا من لا زالت أمك باغية فالزم قدميها فتم الجنة، فسيأتي يوم ولن تراه.